ممكن تصمم غرفة نوم ماستر شكلها في الريندر يطلع تحفة، لكن أول ما تيجي تنفذها تكتشف إن توزيع الفرش والمساحات مش مريح في الاستخدام. في الحلقة دي أنا هقولك المقاسات القياسية لأهم قطع الأثاث الموجودة في غرفة النوم. الأهم هقولك التريكاية اللي أنا شخصيا ببدأ بيها قبل ما أعمل أي توزيع للفرش، ودي خطوة بسيطة جدا لكن بتفرق بشكل كبير في نتيجة التصميم النهائي. فكمل الحلقة للآخر عشان تعرف إزاي تبدأ تصميم غرفة نوم بطريقة احترافية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة تصميم غرف النوم الماستر. بصراحة مش هين علي أقفل السلسلة دي بدون ما أتكلم في كل تفاصيل الغرفة. طبعا طول السلسلة والحلقات السابقة كنا بنتكلم عن إزاي تفكر في تصميم أو تقسيم الغرفة نفسها وتوزيع الفرش عليها بأفضل طريقة تسمح لك باستغلال كل مساحة داخل الغرفة. لكن أي تصميم ناجح لازم في النهاية تكون مقاسات وأبعاد الفرش حقيقية ومناسبة للاستخدام الآدمي. فخلينا النهاردة إن شاء الله نمسك الغرفة قطعة قطعة ونشوف أهم المقاسات اللي هتحتاجها كمصمم داخلي أو كمهندس يعني، أو حتى لو أنت بتفرش غرفتك بنفسك. وفي اخر الفيديو هجمع لك اهم الارقام كلها في لوحه واحده تقدر تكون مرجع ليك وقت ما تحتاجها ان شاء الله. نبدا باهم عنصر في الغرفه وهو السرير. من اشهر السراير الموجوده في السوق هو سرير الكوين، وده بيكون عرضه 160 سنتي في طول 200 سنتي. تاني سرير معانا الكينج، وده بيكون عرضه 180 سنتي في طول 200 سنتي. تالت سرير معانا السوبر كينج، وده بيكون برضو 200 سنتي 2 متر في 2 متر، ده أشبه بالشكل المربع 200 سنتي. ده ممكن يكون في الغرف الماستر الصغيرة، ده في الغرف اللي هي الكويسة، ده في الغرف الكبيرة أو في يناسب يعني العائلات اللي بينام معها أطفال أحيانا يعني.